كل حاجة لها حل إلا الحرقان. عزيزي الزملكاوي، نتمنى يكون الحرقان هدي بسبب موضوع كولر ده، والدنيا تبتدي تهدى شوية كده. يا حبيبي، لو عايز تتعلم فن الإدارة والمصداقية والدوسيه النظيف والواجهة المشرفة للكرة المصرية والجمهوره، النادي الأهلي تاريخ مشرف على مر التاريخ منذ إنشائه في الفيفا. تعال اتعلم من النادي الأهلي، عكس نادي الزمالك خالص اللي هو اتنين وخميس الفيفا بتروح لها شكاوي، ولو طول شويه الفيفا تقول له ايه يا ابو الصحاب، مفيش حاجه علينا، بقالك اسبوع ما جيتش ناحيتنا، دلوقتي مفيش شكوى كده ولا حاجه، ولا لعيب اتاكل ولا مدير فني ولا اي حاجه، مش عوايدك يا ابو الصحاب. يا ابني اقسم بالله اقسم بالله النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. الدنيا قامت ما قعدتش بسبب موضوع كولر ده امبارح. صفحات اتكلمت، ولجان اتكلمت، ومواقع اتكلمت، وصحفيين اتكلمت، ولاعيبه اتكلمت، واعلاميين وكانوا لعيبه قبل كده اتكلموا، واخرهم بندق. 3 مليون دولار وكولر هيشتكي، وفي الاخر ليله واحده النادي الاهلي الصبح خلص الموضوع ب3 شهور مستحقات والموضوع خلص. مش ده النادي اللي يروح للفيفا، ده الواجهه المشرفه للبلد، ده الواجهه المشرفه لجمهوره وللكره المصريه. ده فن الإدارة، الإدارة الاحترافية، الإدارة اللي كلها مصداقية، الإدارة اللي مستحيل تتعامل مع أي أجنبي سواء لاعب أو إداري معاملة مخلة أو مصري. لو عايز تتعلم تعلم من النادي الأهلي. نبتدي نعمل إيه بقى يا أبو الصحاب؟ نختلق للنادي الأهلي مشاكل. ده أوضة اللبس مولعة، ده إمام عاشور عايز يروح الزمالك، وطبعا ده بعينك يا كومبارس. نعمل اي حاجه، نعمل اي دكن، والحقيقه ان انت اللي بتعاني من كل المشاكل دي يا راجل. ده انت احمد سالم المتحدث الرسمي اسم نادي الزمالك لما قابل انفانتينو امبارح، بدل ما يكلموا عن تاريخ وعراقه نادي الزمالك ويتكلم في اي حاجه، قال له ان شاء الله الاداره بتعمل على سد الديون والمستحقات المتاخره والشكاوي اللي عندكم والمشاكل والبلاوي. يا ابو الصحاب، يا ابو الصحاب، ما تعقل كده، ما تشوف الفرق اللي بينه وبينك، ما تحل مشاكلك يا ابو الصحاب.